هو ايه ده؟ طب ركز معايا كده في الفيديو ده. هو احنا رايحين نلعب كورة ولا رايحين نبلطج على الناس في قلب دارهم؟ يعني دي اخلاق بذمتكم؟ يعني انا ما بقتش عارف اودي وشي فين. انا اللقطات دي كلها ما شفتهاش وما اتذاعتش على التلفزيون كلها بتصوير الجماهير من المدرجات. شوية عيال والله العظيم راحوا فضحونا ويقول لك خسرنا بالتحكيم. تحكيم مين يالا؟ تحكيم مين اللي خسرت بسببه؟ انت ايه؟ انتوا عمالين تضربوا فيهم اصلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا فيه واحد اليوتيوبر مصري حر واللي غادي يعلق على الأعمال الصبيانية اللي قاموا بها لاعبي المنتخب المصري الأولمبي في المباراة النهائية اللي خسروها ضد المنتخب ديالنا، وغادي يتكلم بكل رجولة وغادي يوضح جميع التجاوزات اللي قاموا بها لاعبي المنتخب المصري سواء داخل الملعب أو خارجه. وكذلك غادي يبهدل الإعلام المصري البكاي اللي كان يحاول ما أمكن ينشر الفتنة بين المصريين والمغاربة عن طريق اتهام فوزي لقجع بشراء حكام الساحة وحكام الفار. نتمنى تفاعلوا مع الفيديو بشكل كبير وتشاركونا الرأي ديالكم كالعادة بتعليق في الكلام اللي قالوا هذا الشاب المصري الحر. بالنسبة للإخوان ديالنا اللي أول مرة كيشاهدوا القناة كنطلب منكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا دائما. هو ايه ده؟ طب ركز معايا كده في الفيديو ده. هو احنا رايحين نلعب كورة ولا رايحين نبلطج على الناس في قلب دارهم؟ يعني دي اخلاق بذمتكم؟ يعني انا ما بقتش عارف اودي وشي فين. انا اللقطات دي كلها ما شفتهاش وما اتذاعتش على التلفزيون كلها بتصوير الجماهير من المدرجات. فيعني انا بطالب اتحاد الكرة المصري فورا باتخاذ عقوبات رادعة ضد هؤلاء اللاعبين الذين اعتدوا على حاملي الكرات. يعني واحد ذنبه ايه ده؟ يعني حامل الكرات ده ذنبه ايه انك تجري تضرب حتى لو في بعض الهتافات بعض الخسارة والحزن؟ ده ذنبه ايه انك تعتدي عليه كده؟ ذنبه ايه انك تعتدي اكيد على طفل او اكيد هو طفل؟ فبلاش دي. انت حضرتك في الملعب انت ليه تشيل ازازه وتحدفها في المدرجات وانت الله اعلم انت قاصدها في بنت ولا بترميها بشكل عشوائي بالشكل دوت؟ بس واضح ان هي مقصوده ان انت بترميها على حد. فيعني دي اخلاق؟ انتوا عرتونا، انتوا فضحتونا بامانه. انا بعتذر طبعا للشعب المغربي كله عن هذه التصرفات التي لا تمثل الشعب المصري والجماهير المصريه بمختلف انتماءاتها، وايضا لا يمثلون اللاعبين المصريين المحترمين القدوه الحسنه. لكن هؤلاء اللاعبين يعني احنا بنرفض افعالهم وبنرفض تواجدهم في منتخبنا وبنرفض تواجدهم ان هم يحملوا اسم مصر او يمثلوا اسم مصر، لان احنا لا نقبل بهذه الاهانات او بهذه الافعال المشينه. وعلى مجلس اتحاد الكرة المصري فورا اتخاذ عقوبات رادعة وعقوبات قوية ضد هؤلاء. وعايز اقول للاعلام المصري اللي للاسف هو برضو سبب من الشحن اللي بيحصل دوت، وبعض الاشخاص برضو على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والصفحات اللي بينشروا اشياء بصراحة بتدعو للتعصب. فانا بصراحة انا مش عارف اودي وشي فين. يعني الشعب المصري كله والجماهير المصرية كلها بتحب الشعب المغربي والجماهير المغربية. ربنا وحده يعلم كنا سعداء قد ايه بانجاز المنتخب المغربي في كأس العالم قطر، وقد ايه دعمناهم وقد ايه بنحبهم وقد ايه برضه هم بيحبونا وبيدعمونا في اي محافل دولية، والعلاقات جميلة ما بيننا. مش هيجي شوية عيال لا مؤاخذة مش متربيين، وانا بقولها هم مش متربيين، اصحاب الفعل المشين دوت اللي اعتدى على حامل الكرات او اللي القى بزجاجة قارورة مياه على الاشخاص في المدرجات، دول مش متربيين. ولو الاتحاد المصري لكرة القدم مش هيعاقبهم ومش هيعرف يأدبهم، حضرتك يا اتحاد يا افريقيا يا محترم يا لجنة الكاف يا محترمة، شوفوا حضراتكم الفيديوهات دي مسجلة بالصوت وبالصورة. وانا كمصري بطالب بعقوبة هؤلاء اللاعبين. واحد بقى يجي يقول لي انت بتطبل للمغاربة وانت عمال مش عارف تحزق للمغاربة وعمال تقول كلام حلو ليهم وخلاص عشان يعملوا لك لايك وشير. انا ما يفرقش معايا الكلام ده خالص، ولا بحب اتاجر بالافعال اللي زي ديت والحاجات اللي زي ديت. انا بصراحة انا لقيت الناس بتبعت لي الفيديوهات دي ويقولوا ايه الحق شوف
الفيديو بتاع قارورة المياه اللي اتحدفت في المدرجات دي واصل لي من 3 4 ايام، بس بصراحه ما حبيتش اتكلم عنه، قلت هتعدي، مش فعل واحد هتعدي وربنا يستر ومفيش مشكله وخلاص والمسامح كريم. لكن النهارده اتفاجئ بلاعب برضه بيعتدي على حامل الكرات بطريقه همجيه، بطريقه همجيه. ما الناس دي يا جماعه من حقها انها يعني تقول كلام سلبي علينا فيما بعد. ما هو يعني انا فاهم ان الشعب المغربي متفاهم برضه وعارف والله ان هؤلاء الاشخاص يمثلون انفسهم فقط ولا يمثلون المصريين اطلاقا، ولكن هو رايح يلعب في المغرب باسم مصر ولابس تيشيرت منتخب مصر. اي فعل هيحصل منه هيمثل مصر للاسف، انتوا لازم تفهموا كده. شويه عيال والله العظيم راحوا فضحونا ويقول لك خسرنا بالتحكيم. تحكيم مين يلا؟ تحكيم مين اللي خسرت بسببه؟ انت ايه؟ انتوا عمالين تضربوا فيهم اصلا. انتوا لعبتوا برجوله وكان عندكم افضليه تكتيكيه ولعب وكل حاجه، بس انت كل تدخلاتك غشيمه بتضرب. الزلزولي ده كان ممكن يخرج مصاب اصلا لا قدر الله، بقى لاعب برشلونه انت داخل عليه بطريقه همجيه تستوجب طرد مع ايقاف 20 مباراه وتقول لي اتظلمت لما اتطردت. اتظلمت فين؟ ما كفايه يا جماعه زيطه. والاعلام اللي بيقول برضه، ما هو الاعلام المصري ده له دور برضه، والصفحات والسوشيال ميديا والمواقع والصحف المصريه اللي بتقول الطرد ظالم، الطرد ظالم. لا مش ظالم، ما تفوق يا ابني. ما انت بتعصب الجمهور بتاعك كده لما يشوف ان منتخب اتظلم. ما اتظلمش. الخبراء التحكيميين المصريين كلهم قالوا منتخب مصر ما اتظلمش، بل الحكم تهاون في بعض القرارات لصالح منتخب مصر. فما تجيش تقول لي مصر اتظلمت والمغرب كسبت بالتحكيم. يا اخي الاهلي راح كسب الوداد في المغرب، ما حدش منهم قال لك تحكيم يا اخي. رغم ان حسين الشحات مسك كده الحكم كده ومش عارف كان عايز يعزمه على الفطار ولا عايز يعزمه على ايه بصراحه، بس والحكم ما حسبلوش حاجه، يعني انت فاهم. وكتير من المباريات برضو بنروح وبنكسب هناك في المغرب، ما حدش منهم بيبكي ولا حد منهم بيقول اتظلمنا ولا حد بيتكلم في حاجه. ما فيش الا انتم كده. ارحمونا بقى شويه، ارحمونا بقى شويه. وانا نفسي بس الفيديو ده يوصل لاتحاد الكره المصري، عشان من فضلك لازم تعاقب اللاعبين دول او توبخهم، تمنحهم، تحرمهم من المشاركه. المهم ان يعرفوا الحركات المشينه ديت ما ينفعش تصدر من لاعبين بيمثلوا ورافعين شعار مصر. اعتذاري كامل لاهل المغرب، وربنا وحده يعلم انا بحبكم قد ايه. ويعني والله العظيم ما فيش حاجه هتأثر على علاقتنا سويا مع بعض او هتخلينا نزعل ونبقى اعداء. لا، احنا احباب وهنفضل احباب رغما عن الجميع وبانف الحاقدين، رغما عن انف الحاقدين. بس شكرا، واعتذاري تاني لاهل المغرب ولكل الجمهور. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اذا كيف ما شفتوا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى تكونوا تفاعلتوا معه بشكل كبير. بالنسبه للاخوان ديالنا اللي اول مره كيشاهدوا القناه، كنطلب منكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا دائما. تهلاو في راسكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.